خلينا نؤكد على انه ما زال هناك امل، والامل لوله علي كنت في حبك ضحيه. فاذا الامل طول ما هو موجود نحن مع الامل. مع الاسف الامل هذه المره لا يتوقف فقط على اقدام لاعبي النادي الاهلي، ولكنه ايضا يتوقف على اقدام الاخرين. ومع الاسف الحكايه دي بتتكرر كتير قوي 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 في الكره المصريه، سواء على مستوى الانديه او المنتخبات. نقول احنا هنطلع كذا لما الاتوبيس يقف في المحطه الفلانيه والطياره تتعطل 4 ساعات والميه تتقطع عن التجمع والكهرباء كده يعني نحن ملوك يعني الانتظار مع الاسف يعني. طيب اقول لكم فرص النادي الاهلي في التاهل. اولا اذا لازم الاهلي في كل الاحوال يكسب، يعني ده مساله منتهين منها يعني، لانه لو اي حاجه تانية غير المكسب شكرا، لان في فرقتين عندهم يعني 4 نقط و4 نقط، وبالتالي المساله طبعا صعب جدا. تعادل او لا قدر الله هزيمه يبقى احنا ما بنتكلمش في اي حاجه، يبقى نمره واحد الاهلي يفوز، خلصنا من نمره واحد. طب يفوز ايه والاخرين ايه؟ النادي الاهلي يفوز 2-0. طيب وانتر ميامي يعمل ايه؟ يتغلب من بالميراس 2-0. لو ده مبدئيا حصل يعني حاجه طبعا يعني احنا محبكينها قوي. 2-0 نكسب و2-0 يتغلب انتر ميامي، هنا يصعد النادي الاهلي مباشره باي ديفايدنج زي ما بيسموها بفارق الاهداف. طيب في احتمال اخر ان النادي الاهلي بدل ما يكسب 2-0، يعني في كل الاحوال لازم فرق جونين، ها، لو ما يكسب 2-0 ممكن يكسب 3-1 او 4-2. الناحيه الثانيه نكتفي بان بالميراس يكسب انتر ميامي 1. اوكي، في الحاله دي هنتعادل احنا وانتر ميامي فيما يتعلق بالنقاط، ولكن فارق الاهداف هيبقى في صالحنا. واضحه دي؟ الاحتمال الثاني خلاص الاولاني عرفتوه، احنا نكسب 2 وانتر ميامي يتغلب 2 من بالميراس، خلصنا من دي. الثانيه نكسب فارق هدفين، 3-1 4-2 5-3. انا متفائل قوي لكن بقول لكم الاحتمالات يعني. والناحيه الثانيه نكتفي ان انتر ميامي يتغلب فرق 1 بس، 1-0 يعني. في الحاله دي فارق هنبقى احنا وانتر ميامي زي بعض بالظبط، ولكن فارق الاهداف هيبقى في صالحنا. واذا بقى حصل تعادل في كل شيء بنروح ل مين اللي جاب اهداف اكتر. انا بتكلم على 3-1 و4-2 دي، في الحاله دي هنبقى احنا جايبين اهداف اكتر. طب ما حصلش ده وتساوينا في كل شيء، بنروح لعدد الانذارات والطرد اللي تلقاها كل فريق. الفريق الاقل في عدد الانذارات او الطرد هو اللي يعدي. سبحان الله احنا عندنا 4 انذارات وانتر ميامي عندها 4 انذارات. اذا هذا الامر مش هنروح له على الاطلاق لان احنا متعادلين في هذا الامر. السلام عليكم، صلوا بينا على النبي يا رجاله. بعيدا عن كل شيء احنا عايزين نتعامل مع المباراه دي كانها مباراه نهائي بغض النظر عن التاهل او غيره. احنا عايزين ندي انطباع جيد عن النادي الاهلي ونصالح الجماهير اللي زعلانه من اداء النادي الاهلي قبل النتيجه. الزعل لانه طبعا كان في عشم كبير، لكن انا بكل امانه كان عندي احساس ان احنا في ظل الصفقات الكبيره دي كان لسه مفيش فرصه للمدرب ان هو يوصل للتشكيله المثاليه، فكان في وجهه نظري صعوبه ان احنا نعمل نتائج عاليه. لكن الامل كان كبير طبعا طبقا للتدعيمات الكبيره، لكن التدعيمات يا جماعه كانت محتاجه ان احنا نعمل مباريات وديه كتير. موضوع الامل بدا يقل معايا صدقوني من بعد خروج امام عاشور. امام عاشور صدقوني كان نقطه تحول كبيره في اداء النادي الاهلي، لانه كان لاعب اساسي ومحوري وبتقوم عليه خطه المدير الفني، واساس ثبات التشكيل كان وجود امام عاشور في مركز 8. خلاص احنا بنتعامل مع مباراه بورتو على انها مباراه مهمه للنادي الاهلي جدا لترك انطباع قوي عن النادي الاهلي.
العب مباراة بورتو وكأنك بتلعب على نهائي دوري الأبطال، نهائي كأس العالم، أدي بكل ما لديك. فإن كانت آخر مباراة فقدر الله ما شاء فعل، وانت عملت عرض كويس وفزت وعملت مباراة جيدة، فلازم يكون في فوز، وفوز جيد جدا إن شاء الله. وما تفكرش في نتيجة انتر ميامي وبالميراس البرازيلي خالص، لأن ربما الاثنين يتعادلوا ويبقى كل شيء ملوش أي لازمة. احنا عايزين في كل الأحوال نفوز على بورتو بنتيجة كبيرة ونعمل أداء كويس، بغض النظر عن إن كان هيأهلنا إلى دور 16 أو لا. أما بقى لو جينا للفرص بكل أمانة، الأمل زي ما قلنا الأمل ضعيف جدا جدا. ليه؟ هم كله دلوقتي بيتكلم على إن بالميراس هيفوز على انتر ميامي. محدش حاسب حسبة إن ممكن انتر ميامي يفوز على بالميراس، لأن عند فوز انتر ميامي على بالميراس انتهى كل شيء زي التعادل. ازاي بقى يا سيدي؟ ما بالميراس هيكون عنده 4 نقط، ايوه، بس لائحة البطولة وكل الناس ما اتكلمتش عن النقطة دي بتقول المواجهات المباشرة. الوحيد اللي يستفيد من فوز انتر ميامي على بالميراس هو بورتو لو فاز على الاهلي، لان بورتو متعادل مع بالميراس. اذا المواجهات المباشرة بينهم تعادل، هيلجأوا للاهداف. طيب ماشي، انما الاهلي ما يستفدش من فوز انتر ميامي على بالميراس، لان المواجهه المباشره بينه وبالميراس لصالح بالميراس. بالميراس فاز على النادي الاهلي، والقاعده او لائحه البطوله بتقول عند التعادل في النقاط اول حاجه قبل الاهداف الاعلى هي المواجهات المباشره. كله ما بيتكلمش عن النقطه دي يا جماعه. الاهداف في المرتبه الثالثه بعد المواجهات المباشره. عشان كده بقول لك ان الامل بالنسبه للنادي الاهلي ضعيف جدا. الحل الوحيد هو فوز بالميراس باكتر من هدفين على انتر ميامي، بما يصاحبه فوز النادي الاهلي. عايز اقول لك بقى نقطة وحيدة فيها امل كبير. العظم استغفر الله. ايه هي النقطة دي؟ اول حاجة يا جماعة انا بقول لكم وخدوا العهد عليا، بالميراس ده مرشح انه يوصل ان ما كانش وصل للنهائي فممكن يوصل على الاقل الى الدور الاربعه وممكن يوصل للنهائي. بالميراس فريق قوي جدا جدا، وهتثبت الايام في البطوله انه من اقوى فرق البطوله. انا بقول لك لا مستوى ريال مدريد يؤهله للفوز بالبطوله، ولا مستوى تشيلسي ادي احنا شفناه. يمكن بايرن ميونخ قابل انديه ضعيفه شويه، ضعيفه مجموعه الى حد ما، لكن انا بقول لك فريق بالميراس البرازيلي انا برشحه ان هو يلعب نهائي البطوله دي ان لم يحصل عليه. فريق عنده سرعات، عنده طريقه اداء جيده جدا، عنده لاعيبه مهاريه عاليه، عنده مدرب كفء بيطمعك وبيقدر يغلبك بالنتيجه. عشان كده بقول لك بالميراس من اقوى الفرق. هتعرف بعد كده لما يوصل للنهائي ان الاهلي كان ينقصه بعض الشجاعه للتعادل معه على الاقل، كان ممكن يكون في احسن من كده. لكن بالميراس فريق قوي جدا يا جماعه، وصدقوني ممكن يفوز على انتر ميامي ان اراد بفرق 3 كمان. لو اراد، لو المدرب حط في دماغه ان هو يفوز على انتر ميامي واللاعيبه وتشجعوا وحطوا في دماغهم الفوز على انتر ميامي، هيفوزوا على انتر ميامي وبفارق 3 اهداف كمان. وساعتها تبقى الكره في ملعب النادي الاهلي. هيبان كل ده من الشوط الاول. الشوط الاول اذا كان في جديه في اللعب، هجمات، محاولات، اهداف، هيبان. لكن لو كان اللعب تعاوني يبقى هم ناويين على التعادل، ويبقى كده خلاص، لان التعادل الفريقين بالنسبه لنا يبقى الموضوع انتهى رسميا. كل فريق هيكون عنده 5 نقاط وبالسلام. لكن اللي انا عايز اقوله ان فريق بالميراس قوي، وممكن لو اراد ان هو يحقق نتيجه جيده وقويه وفوز عريض على انتر ميامي ممكن يفوز على انتر ميامي، خاصه ان الاهلي ضيع من ايده الفوز على انتر ميامي بكل سهوله وبغرابه شديده. ضياع ضربه الجزاء اللي ضاعت من تريزيجيه في ماتش انتر ميامي وطرد او خروج امام عاشور للاصابه كان نقطه تحول للنادي الاهلي في البطوله تماما.